يا دكتور يعني ايه تزحزح في الفقرات وامتى يحتاج العمليه؟ عيانه جايه لي في العياده بتشتكي من وجع في ظهرها مسمع في الفخذ من فوق ومعاها تنميل في رجليها كلها، وبتحس ان رجليها تقيله وانها مش قادره تمشي زي الاول، وجايه تقول لي يا دكتور انا كشفت قبل كده والدكتور قال لي ان عندي تزحزح في الفقرات. هو يعني ايه تزحزح في الفقرات؟ تزحزح الفقرات معناه ان في فقره اتحركت من وضعها الطبيعي سواء كان لقدام او لورا مقارنة بالفقرة اللي موجودة تحتها، والدرجات بتتحدد على حسب نسبة التزحزح. وكده تبقى إجابة أول سؤال يعني إيه تزحزح الفقرات. السؤال التاني بقى امتى نحتاج العملية؟ اولا على حسب الفحص الطبي يوضح لنا درجة تأثير التزحزح ده على الاعصاب بتاعة الرجلين، يعني نسبة الالتهاب اللي موجودة، نسبة الضعف اللي موجودة في عضلات الرجلين، درجة التزحزح اللي باينة في الأشعة. دي الحاجات اللي بناخد عليها القرار إذا كان العيان ده أحسن له العملية ولا ياخد العلاج التحفظي اللي هو الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي في الأول. بشكل عام لو في تحسن مع العلاج والعلاج الطبيعي ولقينا إن ألم الظهر وألم الرجل الاتنين بيقلوا وعضلات الظهر وعضلات الرجل الاتنين بيقوا مع جلسات العلاج الطبيعي، يبقى مفيش داعي للعمليه. ودي النسبه الاكبر من عيانين التزحزح الفقري انهم ما يحتاجوش العمليه. لكن لو مفيش تحسن مع الادويه وجلسات العلاج الطبيعي لمده 6 شهور والم الرجل بيزيد وضعف الرجل بيزيد، يبقى ساعتها لازم